الفيديو ده بقى مخصوص للناس بتوع الثانويه العامه، واي حد بيحتاج النت والنور قاطع ومش عارف يعمل ايه. وانا عارفه الموبايل داتا برضو والنور قاطع ما بتبقاش قد كده، فهنشغل الراوتر وهنشغل الواي فاي والنور قاطع. نشغل الراوتر على الباور بانك اهو، باور بانك قديم خالص خالص تمام. وجبت بس كابل كده من الكهربائي اهو زي ما انتم شايفين، ده الطرفين بتوعه، الطرف اللي هو بيخش في الباور بانك، والطرف التاني اللي هيخش في الراوتر تمام. هندخلهم مع بعض اهو، ده كابل عادي خالص تمام. هندخلهم مع بعض، انا بس مش هعرف ادخلهم وانا ماسكه التليفون. فهي الفكرة كلها ايه، ان الراوتر ما بيشتغلش على الكهرباء. الراوتر بياخد الباور زيه زي اجهاز من الكهرباء، لكن الواي فاي بيجيبه من حرارة التليفون، من الكابل اللي طالع من البوكس اللي تحت. فطول ما التليفون فيه حرارة ملهوش دعوه بالكهرباء الواي فاي، لكن الفكرة ان هو عايز باور عشان يشتغل زيه زي مروحة زي تكييف في اي حاجة. فالباور ده هنديهوله من الباور بانك تمام، اللي هي الكهرباء يعني زي ما بنشحن الموبايل. فدينا اهو حطيت الباور بانك، وبحط اهو اهو الكابل اهو بتاع انا مش عارفه اسمه ايه، لو في مهندس ممكن يقول لنا. اهو وصلت الباور بانك بالراوتر اهو، زرار الباور اد تمام. بعد كده المفروض بقى ايه، ان النت هيشتغل. هفضل معاكم اهو لحد ما النت ايه، نشوف هيشتغل ولا ايه. انا طبعا كنت عايزه ان انا اشغل، بس اول حاجه اللي انا عايزه اقول لهم ان الباور اشتغل اهو، النت اهو بدا يشتغل. هي الفكره كلها ان ال الراوتر طالع منه سلكين، سلك اللي هو بتاع الباور زيه زي اجهاز، وسلك جاي من التليفون. طول ما التليفون فيه حراره، اللي هو جاي من البوكس من تحت، طول ما التليفون فيه حراره في واي فاي عادي جدا، حتى لو الكهرباء قطع، لان في حراره في التليفون ملهاش دعوه بالكهرباء. لكن الفكره اللي يقوم بس الراوتر. فالباور بانك قوم الراوتر، قوم الراوتر اهو عادي تمام. وبعديها النت جه مفيش اي مشكله. طبعا انا كان نفسي ان انا عشان المصداقيه يعني ان انا اصور الفيديو ده والنور قاطع، بس انا النور بيقطع عندي بالليل حوالي 7، بتبقى الدنيا ضلمه جدا، مش هعرف اصوره. يا ريت بس نشير الفيديو ده. انا في العادي مش بطلب والله من حد يشير او كده، بس عشان في ناس في اوقات حرجه وكده بتحتاج النت، فيا ريت عشان الناس تستفيد. النت هيشتغل تمام ما شاء الله، وربنا يا رب يوفق كل الناس.